من هنا انطلق بقى إلى نقطة تانية في سياق مستقبلنا. احنا داخلين على انتخابات برلمانية الشهر الجاي اللي بعده، أول السنة، ربيع السنة الجاية، مش مهم. أنا مهمتي هنا بقى أن أنا أحذر وأنذر من ظاهرة ما عرف باسم الإسلام السياسي. التيار ده هو تيار انهيار الوطن العربي. هذا تيار لم يخلق، لم يصنع، لم يحقق لواقعنا العربي إلا التدمير والتخريب، ومنتج إرهابي 100%. هقول 100%. إيه هو الإسلام السياسي؟ أصبح هذا التعبير يطلق على كل الحركات والأحزاب والتيارات والشخصيات التي تتحدث مدعية محتكرة لكونها التعبير عن الإسلام، وترى وتعتقد وتروج وتذيع وتنشر وتحاول أن تسود وجهة نظرها فيما يخص الإسلام مطبقة على الأرض. ده الإسلام السياسي. كل الأحزاب والحركات والجماعات. أنا بقول الآن في مصر، وهي الزعيمة مهما ادعى البعض عكس ذلك، هي الزعيمة وهي الرائدة وهي المنارة وهي الأقوى وهي الأقدر والأقدر، إن مصر مهمتها الآن التخلص من الإسلام السياسي خلاصا، مش تخلصا كمان، وخلاصا وإخلاصا لدين الله الحق. لا يجب أن يكون هناك على الإطلاق تيار يدعي لنفسه أو ينسب لنفسه أنه حاجة اسمها الإسلام السياسي. ده البنزين اللي بيملى الغرفة فأي عود كبريت يفجرها. ولعل الجميع يشاركني في المعلومة، أما التحليل فأنت حر. المعلومة وهي إيه؟ إنه مع سقوط مرسي وإسقاط الشعب المصري لهذه العصابة، من الذي تحالف مع تلك العصابة حتى الآن؟ من الذي تحالف مع تلك العصابة حتى الآن؟ من الذي خاصم شعبه وإرادة جماهيره؟ من الذي خرب وطنه؟ من الذي يشارك في الإرهاب ضد وطنه؟ من الذي يتحالف مع تنظيمات ونظم ودول تعادي مصر؟ هكذا تعبير واضح بقوة، تعادي مصر. ما بقولش النظام المصري، ما بقولش السيسي، بقول تعادي مصر وتريد لها خرابا. من الذي تحالف مع مرسي أو مع ما بعد مرسي؟ مين؟ مش هو الإسلام السياسي بكل تنويعاته.